قرر الفاروق عمر أن يفتحها بنفسه. فلسطين التي تحوي أرضها عشرات الشهداء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشربت أرضها طوفانا من دمائهم التي جاءوا بها من أجل أن يستعيدوا فلسطين بكل أرضها إلى حياض أمتها وأن يحرروها من الرومان. فلسطين التي وقف النصارى المسيحيون فيها عندما وقعت معركة دافن في قطاع غزة، أول معركة خاضها المسلمون في بلاد الشام بعد مؤتة كانت معركة دافن في وسط قطاع غزة. في مكانها اليوم يقع مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة. أهل غزة من النصارى وقفوا مع جيش المسلمين في مواجهة جيش الروم. هذه فلسطين التي نعرفها وتعرفونها ويعرفها التاريخ. رأيتها بالأمس في كلمات كل الذين وقفوا هنا ليقولوا فلسطين لنا ولن تكون إلا لنا، للأمة ولن تكون إلا للأمة. بهذا النفس، بهذا الجود من الأمة، فلسطين ستظل للأمة رغم الدماء، رغم الآلام، رغم الضحايا، رغم الهدم، رغم القصف، رغم العدوان. فلسطين تنتفض اليوم وينتفض لأجلها العالم. لقد رأيتم أيها الإخوة الكرام يا أصحاب الفضيلة محكمة العدل الدولية عندما أصدرت قرارها في 19 من هذا الشهر بأن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وغير قانوني وعدوان ومخالف للقانون الدولي ومخالف للأعراف الدولية، صدقوني إن فلسطين تتقدم والاحتلال يتقهقر. صدقوني إن فلسطين تنتصر والاحتلال ينهزم وسينهزم أكثر. أنتم اليوم تؤكدون كما أكد هذا المؤتمر العظيم يا فضيلة المفتي أن الأمة كلها تقف على قلب رجل واحد من خلف ثوابتها ومن خلف حقوقها